السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإيه يعني منتخب مصر يخسر من تونس 3-1؟ إيه يعني؟ نهاية العالم؟ دي مباراة ودية يا عم الحاج، ولا يهمك، عادي، خيرها في غيرها ومتعوضة. لكن نرجع ونقول ده فيتوريا غلطان، لعب بتشكيل مش كويس، ده لعبتنا كانت متكاسلة، ده احنا ما كناش مركزين، تشكيلة وطريقة لعب فيتوريا كانت غلط. بعد 8 مباريات لم يذق فيهم فيتوريا طعم الهزيمة بنخسر. وبنخسر ليه؟ عشان خاطر أهم حاجة إن النادي الأهلي يكون مبسوط. ما النادي الأهلي هو الأهم. احنا بنعمل كل ده، احنا عاملين أصلا منتخب مصر عشان خاطر النادي الأهلي. النادي الأهلي اللي قامت الدنيا وما قعدتش وصمم ان لعيبته لازم تتواجد في المعسكر بتاعهم قبل مباراة السوبر الافريقي، لازم يبقوا في التجمع موجودين كلهم مع بعض. طب ازاي؟ ومنتخب مصر ايه يعني يا عم؟ منتخب مصر ما احنا عشان كده ابدا حالنا مش هينصلح في كرة القدم كمنتخبات. عشان كده احنا ناسيين ازاي ناخد بطولة افريقيا من قديم الازل. من امتى؟ من زمان. ما احنا عشان كده من 2000 وكام، من 2018 لحد دلوقتي ما تأهلناش لكأس العالم. طول ما الدنيا ماشية كده انسى يا باشا، انسى. واكبر دليل كمان اللي بيحصل في الدوري ومنظر الدوري بتاعنا عامل ازاي. اللي بيحصل. اهلا بكم في قناه الكره مع اسلام، اهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. النهارده كالمعتاد هنتكلم عن اخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك ومنتخب مصر وايه اللي بيحصل. لايكاتكم الزملكاويه مهمه جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم، فضلا وليس امرا. دوس لايك. هقول لك كلمتين ورد غطاهم. انت عندك مباراه في السوبر وانا عندي مباراه في بطوله مهمه ليا امتلكها، هي بطوله الكونفدراليه. نادي الزمالك هيلاعب ارتا سولار الجيبوتي يوم 16، يعني فاضل من الزمن 4 ايام. بس لعيبه الزمالك كانت بتلعب، زيزو كان بيلعب، حسام عبد المجيد كان بيلعب، فتوح اتصاب قبل المباراه في تدريبات المنتخب. ما قلناش لا، ما قلناش عندنا مباراه مهمه خارج ارضنا ولا قدر الله لو خسرنا العمليه مش ناقصه، الجمهور مش مستحمل. لا، ما قلناش كده. لكن الاهلي ازاي صلاح ما يلعبش اول مباراه، وازاي، وتهديد ووعيد وكلام من هذا القبيل. وللاسف عشان اختم معاك بقى، مش هكلمك في فنيات واحنا كنا وحشين ولا حلوين، احترامنا الكبير جدا لمنتخب تونس اللي يستحق الفوز، وثانيا منتخب من المنتخبات الجامده جدا. لكن اللي يزعلك ان مفيش اعلامي على منبر هيطلع يتكلم ويقول لك ان السبب ان لعيبه الاهلي ما انضمتش. ما ينفعش مزاج الراجل فيتوريا يبقى متعكنن ومش لاقي لعيبته فين اللي اختارها وبيدربها وبتتأقلم معاه. مفيش اعلامي هيطلع يقول لك كده. كله هيخاف، كله رمى اسباب الهزيمه على فيتوريا، علقوها على شماعته هو. لكن حد يقول لك ان الاهلي سبب رئيسي في الخساره؟ لا طبعا، ابدا. وبعد كده كابتن حازم امام عضو اتحاد الكره المصري طالع بيقول بعد كده معسكرات المنتخب الاولويه للمنتخب. امال هي اصلا الاولويه لمين؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ عيب بقى، والله العظيم عيب. لحد امتى؟ تعالوا بس سريعا كده نتكلم على خبرين معانا ونقول السلام عليكم. وعليكم السلام. مبدئيا كده عايز اقول لك كان سامسون ايكونولا رفع على نادي الزمالك، يعني ايه يعني هقول لك اقولها لك ازاي. يعني سامسون ايكونولا قدم شكوى في نادي الزمالك ليه؟ عشان خاطر عاوز مستحقاته قبل 17 سبتمبر، قبل 17 9. ليه مستحقات ما خدش خالص. وكمان بيقول لك ان ليه 160 الف دولار عايزهم. طيب هل كان سامسون ايكونولا لوحده؟ لا، سيف الدين الجزيري هو كمان قال لك عايز حقي. ليه يا عم سيف؟ يا عم سيف قال لك ما في لجان مؤقته ومش عارفين نتكلم مع حد ولا عارفين يدونا فلوس. ايه المشكله الكبرى؟ ان قال لك اصحى للكلام ده، الله يبارك لك، اصحى للكلام عشان خاطر الكلام ده مش من عندنا. قال لك ان النهارده او يوم الاربع اللي النهارده المفروض يدفعوا فلوس مستحقات اللاعبين، واحنا معانا فلوس ودخل لنا فلوس بجد بجد. نادي الزمالك دخل له فلوس، يعني دخل لك ما شاء الله في كذا مليون دخلوا وما دفعوش فلوس مستحقات اللاعبين. طب ما تدفعوا مستحقاتهم. طيب يعني سامسون ده لو كان خد له 50,000 دولار 60,000 دولار كان قال لك شكرا خلاص انا كده تمام ماشي، والباقي هنديهولك. حاضر حاضر. سيف الجزيري كذلك. حتى سيف الجزيري اللي كان لسه طالع قريب مع مهيب وقال عمري ما اشتكي الزمالك، هو بيشتكي الزمالك عشان مش لاقي حد يقعد معاه ولا حد يطمنه ولا حد يقول له خد. لما اشتكى نادي الزمالك ايام المستشار مرتضى منصور في قعده وفي جلسه انتهت الحكايه.
طيب هتدفعوا لهم فلوسهم امتى؟ ما تخلصوا الله يبارك لكم، عشان خاطر يعني ايه، العمليه مش ناقصه، العمليه مزنوقه خالص، مزنوقه ومخنوقه معانا بجد بجد يعني. خلصوا هيشتكونا؟ طب ولا نفتح حساب التبرع ولا نعمل ايه؟ طب ما نخلص. حد هيقول لي طب هم اصلا ما بيقبضوش من قبل ما كده احنا في النهارده وفي الناس اللي مسكت وهتحل، قلنا انتهينا من المجلس السابق خلاص، احنا في اللي موجود. مش انت قلت ان الموجود يبقى احسن من اللي فات؟ نتمنى ذلك، والله ما نكرهش، فده اللي احنا عايزينه. كمان عايز اقول لك ان حمدي علاء خلاص، حمدي علاء رسميا الى نادي سموحه، وشدنا 100 خط تحت سموحه، لكن لا حياه لمن تنادي. حمدي علاء راح سموحه ب 4 مليون جنيه، دخل لنا فلوس من حمدي علاء. طيب فين فلوس حمدي علاء نسدد بيها بعض مستحقاتنا؟ ما دخل لنا فلوس اهو، يلا يلا نقعد نقول يلا من هنا للسنه الجايه. بنبارك بقى لكوماندوز اللي قدر يفوز الحمد لله امبارح على الترسانه بنتيجه 35-27 او 37-25، ومبروك ليهم الفوز بجد. ان شاء الله عندنا مباراه مهمه يوم الجمعه امام البنك الاهلي. كمان بقول لك ان خلاص النهارده ان شاء الله نادي الزمالك هيتدرب المران الاخير صباحا على ملعب نادي زد عشان خاطر النجيله الصناعيه، وبعد كده هيتوكل على الله يروح بقى يسافر عشان يلعب ارتا سولار يوم السبت القادم الساعه 4 عصرا بتوقيت القاهره. كمان فتوح هيتعمل له اختبار النهارده، يا يا لا اختبار عشان الاصابه اللي عنده، ربنا يشفيه ويعافيه. طيب كمان عايز اقول لك ان كابتن حسين لبيب اصدر بيان منذ قليل اتكلم فيه على انهم البرنامج الانتخابي بتاعهم هيقولوه قريب، وان كلهم على قلب رجل واحد، وان خلاص ما فيش حاجه اسمها ان حد يمشي حد ولا حد يطرد حد من نادي الزمالك، وان كلهم هيبقوا ايد واحده، حتى اللي هيسقط في الانتخابات هيبقى مع اللي موجود في الانتخابات. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه مهما كانت الظروف. الكلام لغايه دلوقتي تمام، وبنقول كلنا دارسين اللي هنعمله كويس وحاسبين كل حاجه وعارفين كل حاجه. بيان شامل في موجز كده اللي هيعملوه. نتمنى ان الكلام ده يتحقق ويبقى على ارض الواقع حقيقه، مش مجرد شعارات ولا كلام. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله القادم افضل. واخيرا وليس اخيرا كلمه هقولها لك عشان خاطر مستحقات اللاعبين، عشان نخلص من الموضوع ده. اوسوريو قال سددوا مستحقات اللاعبين عشان اعرف اطلع كل اللي جواهم، عشان ما يبقوش مشغولين بحاجه تانية، لان طول ما اللاعب ما بياخدش مستحقاته مش هيبقى مركز معايا. ده هو كلام اوسوريو. معلش ما حللتش معاكم مباراه منتخب مصر امام تونس عشان خاطر اتعكننت من اللي حصل، ده اللي ادى لكده للاسف. لكن لو جينا نتكلم في المجمل خالص، عمر كمال عبد الواحد بسم الله ما شاء الله ممتاز 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 ممتاز. حتى الاهلاويه اللي طالعين على السوشيال ميديا يقول لك اصل فلان السبب، اصل حتى اليوتيوبرز ما تتكلم قول كلمه حق. على العموم لو جيت تشوف اقل واحد كان في المباراه بالنسبه لي في وسط الملعب هو اللاعب حمدي فتحي. مش عارف من ساعه ما راح قطر هل مستواه نزل ولا ايه اللي حصل. برضه حسام عبد المجيد شويه وحش وشويه حلو. حسام اجمد وركز اكتر من كده يا حسام يا عبد المجيد، عشان ما تقولوش انا بتكلم على الزمالك بس او الاهلي بس. زيزو مكانه في نص الملعب مش فعال زي ما بيكون بيلعب في مكانه قدام، في الثلاثه اللي قدام سواء شمال او يمين. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.